السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعجالة سنتطرق إلى الهجمة الإلكترونية على الحواسيب المغربية المعروفة بهذه الواجهة، وهو فيروس من أجل النصب والاحتيال باسم وزارة الداخلية المغربية. من الأسباب الرئيسية لدخول هذا الفيروس هو الجهل وقلة الوعي بتقنية المعلومات، بمعنى استخدام الحاسوب بدون دورات متخصصة تحميك من ويلات السلبية للحواسيب بشكل خطير. إذا بخصوص فيروس وزارة الداخلية المغربية، كل ما عليك هو إعادة تشغيل الحاسوب والضغط على F8 أو ما يعرف F8. بعدها اختيار مود سونيشيك avec prise en charge réseau. إذا كنت محظوظا فسيتم تشغيل الواجهة التي نعمل عليها. في حالة مواجهتك لبعض العراقيل، يمكنك استخدام قرص تثبيت ويندوز التي تستعمله بجهازك. بعدها تشغيل أو إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر ليتم مباشرة الضغط على أي مؤشر أزرار بلوحة المفاتيح وما يعرف بكلافي أو كيبورد. بعدها اختيار Enter أو Entrée ليتم عملية شارجمون دو ويندوز وما يعرف ويندوز لودين فايلز. إذا بعدها يجب اختيار réparer كما تلاحظ على الشاشة، اختيار réparer l'ordinateur. بعد ذلك مباشرة نضغط على suivant واتباع الشكل التالي كما تلاحظون. يمكنكم تقليل السرعة من أجل تتبع المراحل بالضبط. بعدها الدخول إلى الانترفيس وكتابة CD وأيضا CD Windows وبعدها CD System 32. بعد ذلك مباشرة نكتب CD Restore وكتابة rs3.exe من أجل فتح برنامج لاستعادة النظام قبيل وجود هذا الفيروس. إذا لاحظوا أن الفيروس دخل اليوم 10 وأنا سأعيده إلى 7، والآن أقوم بالضغط على suivant. نهاية أضغط على terminer. بعد لحظات سيتم استعادة جميع البيانات والحالة التي كان عليها الجهاز. كما تلاحظون تمت العملية بنجاح. الآن قد تخلصوا من الفيروس بشكل نسبي، إذا يمكن إعادة تشغيل الجهاز واستعماله بدون أي مشاكل. لكن إذا كان الفيروس بطبيعة الحال ما زال موجودا بجهاز الكمبيوتر، فما عليك إلا أن تذهب إلى ستارت أو ديماري وكتابة طون بهذا الشكل وفتح المجلد. كما تلاحظون المجلد موضوع به كل الأشياء التي قمت بزيارتها على الإنترنت، لأن الفيروس يأتي من الإنترنت ومن زيارتك بعض المواقع الغير قانونية أو من بعض المواقع التي تحمل فيروسات. الفيروس الذي أصيبت به المملكة المغربية هو فيروس أتى من بعض المواقع الإخبارية. بعض المصادر تقول أن هيبا بريس وراء هذا الفيروس. إذا كما تلاحظون يجب تحديد جميع الملفات وحذف جميع الملفات التي توجد في الطامب الخاص بحاسوبك الشخصي. بطبيعة الحال إن صادفت أي مشكل ولم تنجح في هذه العملية، يمكنك أن تتصل بجمعية خبراء الحاسوب للمساعدة، ولا تقلق فجميع البيانات يمكن استعادتها. هذا فيروس هو فيروس عالمي، والآن وصل للمغرب بنسخته الأخيرة التي بها بعض العراقيل، ولكن يمكن استعادة جميع البيانات ويمكن إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر بدون أي مشاكل. كما تلاحظون على الشاشة تسجل جميع المعلومات التي يمكن أن تفيدكم في الاتصال بنا
لمساعدتكم في حل هذا المشكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.